بيبتدي الفيلم مع بيكي واخوها كال، وكانوا راكبين العربيه ورايحين رحله، وهي كانت في اخر شهور الحمل وكانوا بياكلوا. وبعد ما خلصوا اكل في الطريق بيكي حست انها دايخه، وبعدها ركن العربيه جنب الكنيسه وبيكي قامت مرجعه، وبعدها حست بتحسن شويه. بس قبل ما يمشوا سمعوا في وسط الزرع صوت طفل بيطلب المساعده، وبيبقوا مش شايفين حاجه لان العشب طويل جدا. وبعدها بيكي ندهت على الطفل علشان تتاكد انه سامعهم، وبعدها اتاكدوا انه سامعهم ومش عارف يخرج، وانه بقاله 3 ايام محبوس، وفي ست كل شويه بتعدي عليه وبتكلمه بطريقه غريبه. فبيكي مش بتستريح للموضوع ده، واخوها كارل دخل عشان يشوف الولد، لكن هي بتحذره لكنه ما سمعش ودخل يشوف فيه ايه، ودخل علشان ينقذ الطفل. وبعدها فضل يدور ما لقاش حاجه، وبيكي كمان دخلت تدور وطلبت الشرطه، لكن مش بيبقى فيه شبكه. وكارل بدا يدور بس مش لاقي حاجه، بيبدا يدور على الطفل. وبعدها بدا يندم انه دخل ومش شايف كويس لان نضارته في العربيه، ومش عارف يوصل لاخته لان العشب طويل جدا. وطلب من بيكي انها ترجع العربيه علشان بدا يقلق. وبعدها قال له علشان نعرف احنا بينا وبين بعض قد ايه، تعالي ننط نشوف بينا مسافه قد ايه. واخوها خايف على الطفل اللي في بطنها، لكن مفيش حل تاني، ولقوا بعض. ولما جم ينطوا تاني حصل حاجه غريبه جدا، وهي ان المسافه بعدت اكتر عن اول مره، ومش لاقيين تفسير لده، وحسوا انهم في متاهه مسحوره. بعدها كارل بدا يجري، وخافوا جدا علشان كل ما يتحركوا بينقلوا لاماكن تانيه، وهم بيبقوا مش فاهمين اي حاجه، والليل ليل عليهم وبداوا يتعبوا من المشي. وبعدها بيكي تعبت جدا عشان حامل، وظهر راجل غريب ما بين العشب وقال ان اسمه روز، وان ابنه ضايع هنا هو ومراته، وقال لها تعالي ندور مع بعض على حل علشان يخرجوا من الازمه دي، وما عندهمش حل تاني دلوقتي. وبعدها بداوا يتحركوا في وسط العشب مع بعض، وهم مع بعض لقوا حاجات كانت بتاعت حد ومرميه في الارض. وكارل بدا الحزن واليأس يحوطوه علشان مش لاقي اخته. وبعدها ظهر له طفل وجري عليه وقال له ان اسمه توبين، وقال له احنا ممكن نلاقي اي حد بتدور عليه بس لو كان ميت، لان الحاجه الوحيده اللي مش بتخلي الشخص يتحرك من مكانه هي الموت، لان العشب مش بينقله لحته تانيه. والطفل قال له انا هدور معاك على اختك، وقال له ان في صخره معينه لو وصلنا لها نقدر نلاقي اي حد بعدها، مش بيبقى عنده حل تاني غير انه ياخده معاه. وفي نفس الوقت اتحرك توبين وكال في وسط الزرع لحد ما لقوا صخره غامقه كبيره. وبعد ما توبين لمس الصخره حس بانه جسمه بيقشعر وكان بيرتعش جامد. وبعدها جه كال يلمس الصخره، سمع صوت صرخه، لكن الطفل توبين قال له كده فات الاوان. وبعدها كال جري وقال له بالطريقه دي مش هنلاقي اختك، لكن مش بيسمع كلامه وبيجري يدور على بيكي. بعدها بنرجع للمدينه، وكان في واحد اسمه ترافيس كان بيدور على بيكي علشان هي واخوها محدش لاقيهم من كام يوم، ولحد دلوقتي مش عارفين هو ايه صلته بيها، لكن معلق صورتها في عربيته، وتقريبا ده حبيبها وابو الطفل اللي في بطنها. وبعدها بدا يلف بالعربيه ويوري صورتها للناس، وبيسال في كل مكان عنها، وما لقاش اي حاجه لحد ما بيروح عند الكنيسه وبيلاقي عربيه حمراء جوه الكنيسه، ولقى انه رقمها هو نفس رقم عربيه بيكي، ولقى العربيه مش نظيفه ومعفنه خالص، وكان في اكل فاسد لدرجه انه حواليه حشرات. ودي حاجه غريبه لان بقى لهم يوم واحد بس جوه في الزرع، لكن بره عدت ايام اكتر. ودخل الكنيسه دور عليها لكن مش بيلاقي حاجه، وبعدها افتكر ان هم جوه الزرع اللي جوه، ودخل جوه يدور عليهم وما لقاش حاجه بعدها، بس حاول يخرج ما بقاش عارف يخرج، وحاسس انه بقى محبوس جوه لحد ما الليل ليل عليهم وما لقاش بيكي لحد دلوقتي. وبعد كده الولد الصغير توبين لقى ترافيس وقال له انت مين؟ قال له انا ترافيس وبدور على بيكي. وبعدها الولد ما لقوش اي حاجه، وقال له انت هتتعب جدا لو عايز تشوفها. قال له لا مش مشكله. لقى الولد جري فجري وراه، وبعدها لقى ان بيكي ميته على الارض. وبنرجع تاني نشوف توبين الولد الصغير مع عيلته، وبيكون بنفس الهدوم اللي كان بيها جوه، لكن بيبقى نظيف ومنظم وهدومه نظيفه، وكان معاه كلبه. والولد قال لامه ان في حد بينده على اسمه جوه الزرع. بعدها الكلب دخل الزرع، فالولد بيجري وراه، وابوه وامه دخلوا الزرع وراه. وبعدين بنلاقي الطفل انه بينادي على حد يلحقه، وان بيكي وكال بره عند العربيه، ودي يا فندم بتبقى نفس بدايه الفيلم. وبعدها ترافيس كان جوه وبيقول لبيكي وكال خليكم مع الطفل وامشوا ورا صوته علشان الزرع مش بيحرك الحاجات الميته، وهو معاه كلب ميت. بعدها قدروا يتجمعوا هما التلاتة ويبقوا مش لاقيين تفسير للي بيحصل، لان ترافيس لقى بيكي موجودة وهي ماتت، وده بيكون بسبب تدخل زمني مختلف، وهو ان الماضي اتدخل في الحاضر وبقوا في حلقة زمنية معقدة وبيحاولوا يخرجوا من الزرع. وبعدها جه تليفون لبيكي من رقم غريب وقال لها ما تخليش كال يقتل ترافيس، كرروا نفس الغلطة مرتين. وبعدها مش بيبقوا فاهمين حاجة، وابو الطفل بيقابلهم لوحده وقال لهم ان احنا لازم نلاقي طريقة للخروج، ووعدهم انه لو على
موته انهم يلاقوا طريقه للخروج هيعملوا كده، وتقريبا كده هو عارف طريقه الخروج، فتمشى بيهم لحد الميدان اللي فيه الصخره وقال لهم احنا لو لمسنا الصخره هنعرف طريق الخروج. وبعدها ام الطفل جت وقالت لهم محدش يلمس الصخره علشان هيحصل لهم مكروه وجوزها بيهاجمها ويقتلها، والكل بيبقى مستغرب وبداوا بالفزع لما لقى بيموتها بطريقه غريبه وفضل يضغط على راسها لحد ما انفجرت وبعدها ماتت. وساعتها عرفوا ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل معاه، وقعدوا يجروا ويهربوا لحد ما لقوا مبنى مهجور يستخبوا فيه. ولما دخلوا المبنى حاولوا يهدوا ويفكروا في اللي حصل وانهم عايزين يلاقوا حلول. وبعدها كال كان بيلوم ترافيس على كل اللي حصل وبداوا يتخانقوا مع بعض، وفجاه وقفوا خناق علشان كان ابو الطفل جاي عليهم، وطلعوا السلالم في الدور اللي فوق وعرفوا ان الكنيسه قريبه منهم جدا. وبعدين ترافيس اتهز وكان هيقع من على السطح، لكن المعلم كال بينقذه، بس فجأة الكراهية بتعمي عينه وبيسيبه يقع. وبيكي بتطلع بنت مرات ابو كال مش اخته من نفس الاب والام، وهو كان بيحبها ومش حابب انها تبقى مرات ترافيس وشايف انه مستهتر ومش قد المسؤولية. بعدها ابو الطفل جه يطاردهم وبيكي وكال بيهربوا منه، وبتسأل على ترافيس لما بتشوفه انه مش موجود وقالت له انت قتلته صح؟ التحذير اللي جالي صح، انا مش هروح معاك في حتة، وسابته ومشيت. ولما مشيت كال كان رايح وراها لكن ابو الطفل بيمسكه وبيتخانقوا، وكال بيلاقي جثته جنبه وعرف كده انه اتقتل، فبيحاول ينجو بحياته لكن بيموت في الاخر. بعدها بنرجع لترافيس وهو بيفوق وبيطلعش مات، لكنه بيبقى مصاب اصابات شنيعه وبالغه. وبعد كده عرف يوصل لبيكي اللي كانت نايمه على الارض وقال لها انه اسف وانه سايبها لوحدها وندمان، وقالت له انها كانت بتفكر تسقط الطفل او تعرضه للتبني علشان هو سايبها لوحدها وهو بالنسبه لها مسؤوليه كبيره. وبعدها ابو الطفل جه مسكها في وسط الكلام وكان بيحاول يقتلها، لكن بتلاقي مقص وبتضربه بيه في عينه وقدرت تهرب. وبعد كده الدنيا مطرت. بعدها كده بيكي لقت ناس حواليها ومش شايفه وشهم وبيبقوا متغطيين بالعشب على راسهم. وبعد كده ودوها للصخره الضخمه، وبعدها بتتعب وبتفقد الوعي. وبعدها فاقت واتصلت برقمها وقالت ما تخليش كال يقتل ترافيس، والتاريخ بيعيد نفسه، وهي اللي كانت بتتصل ساعتها علشان عارفه ايه اللي هيحصل في المستقبل، وعرفت ان المكان ده عباره عن حلقه زمنيه وممكن ينقذوا نفسهم. وبعدها ترافيس بيروح لها وبيلاقي الطفل ميت. وبعدها الطفل توبين بيظهر وقال له ان ابوه هو اللي قتل الشخص، وفضل يصرخ وبينادي على ابو الطفل علشان عايز ينتقم ويقتله. وبعد كده جاله وبداوا يتخانقوا. وبعد كده ابو الطفل لقى عظمه ليها سن مدبب في الارض فجابها وغرزها في ترافيس. وبعد كده وقع على الارض ومسك ابنه بعدها واجبره انه يلمس الصخره، لكن بيكي بتقوم وبتفقع عينه التانيه علشان يبقى اعمى تماما. وترافيس قام وفضل يضرب فيه بالصخره في دماغه وخنقه بالعشب علشان يموت في الاخر. وبعدها فجأة لقوا بيكي مش بتتنفس وعلى الارض مرمية، وترافيس كان زعلان عليها لما ماتت. وبعدها قام يلمس الصخرة والطفل حاول يمنعه لكن مش بيرضى وبيلمسها، وجسمه بدأ يتوصل بالعشب علشان يعرف المزرعة كلها وطريق خروجها. وادى للطفل سلسلة بيكي وقال له ارجع للماضي ومنعهم انهم يدخلوا. وبعدها الطفل رجع الماضي تاني عن طريق الكنيسة ورجع لنفس اللحظة اللي كانوا فيها تاني، ولقى كال وبيكي وقال لهم اوعوا تدخلوا، انتوا جوه هيحصل لكم مكروه وهتموتوا. ووراها السلسلة بتاعتها وان مفيش خروج من هناك. بعدها صدقته وحست ان في حاجة غريبة هتحصل، فخدوا الطفل ومشيوا. وترافيس ضحى بكل حاجة وفضل محبوس جوه علشان دلوقتي نسخة الماضي والحاضر منه موجودين جوه وبينقذوا الموقف، وبيخلص فيلمنا على كده.